ليه شوف نحن كما قلت ما نجمش نرجع على التفاصيل. الناس اليوم ولات تعرف تفاصيل وشافت تفاصيل بأم أعينها. نحن فقط نحب نقولوا حاجة واحدة، اللي صار البارح ما ينجم كان يزيدنا عزيمة. شوف نحن كان عندنا 1% شك اللي نحن ما نجمش نخرجوا غدوة، وهذا راجع لبعض الظروف خاصة منها الظروف الجوية. نأكدوا للتوانسة غدوة الأربعة تاع العشية نحن خارجين تحت أي ظرف. راهو نحبوكم تكونوا بالآلاف، راهو اللي صار هذايا متأكدين اللي التوانسة باش يخرجوا بالآلاف وباش يودعونا، لأنهم التوانسة كما قلت قبيلة دمهم مخلط بالدم الفلسطيني، جيشهم من جيش الفلسطينيين ووجدانهم تعيش فيه القضية الفلسطينية. هذاك علاش نحن ندعو الشعب التونسي مرة أخرى إلى أنهم يودعونا بالآلاف ومتأكدين من هذايا. حتى شيء ما ينجم يثنينا على الخروج لغزة، حتى شيء ما ينجم يخلينا نتراجعوا أن نخرجوا ونمارسوا قناعاتنا في أن نحاولوا نكسروا الحصار على غزة. كما قلت مرة أخرى هم الأبطال الحقيقيين، نحن مانا إلا أداة لكسر أو لمحاولة كسر الحصار. عيوننا على غزة دائما، فنوجه كل الأعين وكل الكاميرات إلى غزة. هناك شعب يباد، هناك شعب يقتل، نحن سنحاول كسر الحصار عنه.